السلام عليكم يا أحباب، أسعد الله مساكم كل خير. ورجعنا لكم بمقطع جديد بعد غياب طويل، اعذرونا يا شباب، والله انشغالات، بس إن شاء الله نستمر معاكم هذه الفترة أكيد، ونمتعكم بطبخات جميلة وجيدة إن شاء الله. خليكم معنا. اليوم سوف نريكم طريقة عمل المرقي أو الدجاج الكاري. طبعا تعرفون الدجاج الكاري يعني ما يحتاج أزيد بهارات، وبالإضافة إلى أنه يكون حار. لدجاجة الكاري أو المرقي نحتاج حبة دجاج مقطعة 8 قطع أو 12 قطعة، طماط، بصل، فلفل، بطاطس، إضافة مع الدجاج. أما البهارات الجميلة نحتاج إلى كاري مهران أساسي، وكمون، فلفل أحمر حار اللي هو بابريكا حار، زبادي، كزبرة مطحونة، مشكل البهارات السبعة الذي حضرنا معكم بالوصفة السابقة، وفلفل أسود. وهذا الدجاج مغسول ومنقوع بالخل لمدة ساعة من شان الزناخة حق الدجاج تعرفون. الآن نريكم الطريقة، يلا خليكم معنا. انتهينا من التقطيع والتحضير. زي ما علمناكم، حبتين بطاطس، فلفل للرغبة، ثوم ما يقارب حبة كامل، حبتين طماطم، بصل حبة، والبهارات المذكورة الذي سنذكرها لكم وقت الطبخ. ثوم، الحين نضيف الطماط. طبعا زي ما قلنا لكم حبتين طماط بس. يا ليلى، اليوم دجاج على كيفكم. دجاج هذه عشق، دجاج المرقي عشق. نعمل نص حبة زبادي، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الشكل يا شباب، شوفوا الشكل، شوف هذا بدون البهارات. طبعا الدجاج المرقي او الكاري بدون موية، ما ينضاف له موية ابدا. الان بنريكم خلطة البهارات المهمة الذي هي سر من اسرار طبخ الدجاج الكاري او المرقي. هذه الاساس في طبخ الدجاج، فلازم يكون البهارات زيادة. ملعقة كركم، ملعقة كاري مهران، نصف ملعقة كمون، نصف ملعقة فلفل حار، بابريكا، كله على حسب الرغبة. الذي ما يريد يضيف لا يضيف. كزبرة ناشف نصف ملعقة، مشكل بهارة السبعة الذي ضفنا معاكم ملعقة، وربع ملعقة فلفل أسود. طبعا فلفل أسود إذا زودته بيكون معاكم زيادة حار، فهذا نكتفي. وإيش، ونعطيها تقليبة. ما شاء الله يا النكهة، ما شاء الله يا الريحة، ما شاء الله يا الريحة. شوفوا الشكل، شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله الشكل ولا أروع. ونكهة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إيش باقي معانا؟ باقي الملح. نضيف الملح المطلوب للدجاج. كم نسوي نص ملعقة طعام يكفي.
ونعطيها تقليبة مرة ثانية. والله يا شباب الشكل والنكهة خطيرة ما شاء الله تبارك الله. خلاص الآن نحس إن الخليط كامل، البهارات مع الخضار مع الدجاج قد تجانس. ننزل عليه النار ونغطي على الدجاج. طبعا زي ما قلنا لكم بدون ماء. الدجاج تنزل المرق والخضار مع الطماط الزبادي كله سينتج لنا مرق لذيذ جدا جدا. الآن ايش نسكر عليه ونخلي على نار هادئ لمدة 20 دقيقة. طبعا كل 5 دقائق نعطيها ايش تقليبة. شوف ما شاء الله، شوفوا الشكل. خلاص سلقنا الرز لما يصير بهذا الشكل. شوف الرز كيف طفي فوق الماء. الموية يكون بشكل كثير على الرز. يلا يا شباب، الحمد لله بعد 20 دقيقة رجعنا لكم. الدجاج يا سلام يا سلام، شيء ولا أروع، شيء خرافي. شوفوا المرق، شوفوا الصوص، شوفوا الحركات. بسم الله. شيء فاخر من الآخر. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا الدجاج الكاري ولا بلاش بقلبك. اللي يحب يأكل على رز يأكل على رز، واللي يحب يأكل على خبز على خبز. بسم الله مع الصوص. يا سلام يا سلام يا سلام.